هو فيديو عامة بعنوان فخ الخرسانة، هل تنهار أسعار العقارات في مصر؟ الحقيقة المرة. ده أطول لايف فعلا. تخيل ان انت معاك شيك ب 10 مليون جنيه بس البنك ما فيهوش كاش عشان يصرفه لك. ده بالظبط حال اللي اشترى عقار للاستثمار النهارده. انت مليونير في العقد بس مفلس لو جيت تبيع وتعيش في 2000. دي أول مشكلة في العقارات، إن أنت دايما لما تروح تشتري عقار يقول لك أنت هتبيعه. يعني أنت هتشتريه مثلا بجنيه، بيقول لك أنت هتبيعه ب 10 جنيه. هو بيقولها لك ولكن إن أنت هتبيع. أول ما تقول هتبيع، هو حرفيا ما شرحلكش الموضوع بأي حاجة. لا يعني ما شرحلكش انت ازاي هتبيع. لان انت لما هتشتري شقه مثلا في كومباوند، انت في قبليك شاري، انت هتستناه لحد ما هو يبيع، لان هو طالما هو شاري قبليك يبقى شاري بسعر ارخص. فدي اول كذبه هم بتحصل معاك. يعني اي حد يفكر يشتري وبيشتري عشان يبيع او بيحفظ فلوس، هو هنا مبدئيا كده هو مش فاهم ان هو لما هيجي يبيع ان هو هيتعب قوي وهيستنى جامد. 2026 لما الاف الشقق تتسلم في وقت واحد والكل ومفيش شقه ب 10 جنيه يعني. عاوز يبيع، تفتكر مين اللي هيشتري؟ الحلقه دي هي خريطه الخروج ليك قبل الطوفان. انت يحيى ممكن اديك ابديت شويه عن الاسعار. انا اسف يا جماعه لو انا هصدم ناس في الاسعار شويه، بس يا عم انت عايز شقه، عايز اوضتين وحمام يا عم، هو حمامين او حمام وحمامين ماشي، سيرش، مش ناقصين احباط. حد شاري يا عم؟ احنا مفلسين هنا. بص، انت لو بداتها مثلا switch to compounds certified minimum. بص مثلا انت عندك شقه زي ديت ب 3 مليون. انت مبدئيا 3 مليون دي 3 مليون ديت، انت مش هتدفع 3 مليون، انت هتدفع لسه ضريبه صيانه، هتدفع شويه ضرايب كده، ده غير لو فيها جراج ونادي وبتاع، انت هتدفع الرقم ده. ده ايه في كومباوندز معفنه وفي 6 اكتوبر. بص انت عندك بقى، بص اشجار مثلا ديت سيتي دي حاجه معفنه برضو مع احترامي، بتبدا ب 4 مليون، 4 5 مليون. صباح الفل. وحاجات كام متر؟ ما مش كاتبين كام متر. يعني مثلا اللي ب 4 مليون ديت، تعال نشوف بتاعت اشجار ديت. اشجار سيتي، اشجار سيتي، يب اشجار سيتي. كام متر؟ مش كاتبين كام متر. اوكي، هي اكشلي بتبدا ب 5 مليون، 84 متر و5 مليون. يا ستي مالها 6 اكتوبر، جامده جامده 6 اكتوبر. ف 84 متر ف 5 مليون، فصباح الفل يعني. وب 3 مليون. ده انا اللي محتاج يتعمل لي ابديت، وانا كنت بعدي عليها برضو. اشجار سيتي دي في السهل عارفها. وكله كلنا عدينا على اشجار سيتي في الطريق. بالورقه والقلم. وانا احمد شحاته وبتشوفوني في نفس الاثر. والنهارده هنفتح مع بعض الصندوق الاسود لفخ الخرسانه. جهز قهوتك ويلا بينا نبدا الحلقه. العقار يمرض ولا يموت، دي عقيده كلنا اتربينا عليها، وهي دي الجمله اللي خلت الناس دايما اخر مره سمعت ان الناس خسرت في عقار، ما تسمعش حاجه في مصر. دايما العقار فعلا دي حاجه احنا تقريبا ورثنا، حاجه سايكولوجي نفسيا، من احنا وارثين على اهلنا. لو فلوسك في الشقه انت عمرك ما هتخسر. وعاده الحقيقه ده بيحصل دايما، ده بيحصل طول الوقت، ان انت عمرك ما سمعت حد خسر في الشقه. بس برضو انت عمرك ما سمعت عن حد قصته باع الشقه ازاي. هل باعها بسرعه ولا لا؟ هل خد سنة شهور عشان يبيعها ولا لأ؟ ف وباعها وهل حرق في سعرها ولا لأ عشان يبيع؟ فدي حاجة احنا واخدينها من أهالينا. طبعا طبعا بعيدا عن المشكلة اللي حصلت في أمريكا 2008 لما فقاعة العقارات اللي حصلت عندهم. خلت ابويا وابوك يحطوا كل مليم معاهم في حته هو ليه بيستخدم الاي اي بطريقة وحشة قوي؟ انا يعني ده افضل لفظ ممكن اقوله يعني. ارض او في شقه؟ ليه؟ ملهاش لازمه، والله ما لها لازمه انك تجيب لنا حد كبير كده ولا كأنه بيعبد. بيفكرني في معبد
اللي عند اخواتنا. عشان العقار هو الملاذ الآمن. طب يعني إيه أصلا الملاذ الآمن؟ تعال نبسطها بالراحة. لما الدنيا بتمطر، مشاكل اقتصادية والأسعار بتولع وقيمة الفلوس اللي في جيبك بتقل، ساعتها أنت بتدور على شمسية عشان تستخبى تحتها. الشمسية دي هي الملاذ الآمن، بمعنى تاني هي حاجة بتحط فلوسك فيها عشان تحافظ على قيمتها وما تتأثرش بالعواصف. لكن اللي حصل في 2022 يعني لو حدش فاهم التضخم، يعني لو انت معاك جنيه، او معاك مثلا 100 جنيه، ال 100 جنيه دلوقتي بيجيبوا لك تليفون، بعد فترة هيجيبوا لك مش هتعرف تجيب بيهم التليفون هيبقى ب 200 جنيه. يعني من الاخر كده فلوسك قيمتها بتقل. تضخم. كل حاجة بتزيد في السعر. لو انت كنت دلوقتي بتجيب اللبن، انا عندي مشكلة مع اللبن والله بجد، عشان انا سعره بالنسبة لي غالي. بتجيب اللبن، ما كنت بتجيبه اللتر ونص ب 50 جنيه، دلوقتي بتجيبه ب 72 ونص. ده التضخم. و2023 ما كانش مجرد ناس بتشتري شمسية، ده كان طوفان والناس كانت بتجري عشان تشتري شقق وعقارات عشان وهنا بقى دي الكارثة الكبيرة. 2020 اللي اشترى في 2020 و21 و22 و23، الناس ديت كسبت جامد. اللي اشتروا عقار في الفترة ديت كسبوا جامد. وفي ناس اشترت في شهر، باعت في يومين. يعني انت كان ممكن فعلا تشتري شقة في 2020 و2021، فيلا، شقة، ايا كان والله، فيلا او شقة او حتى قصر، هتبيعه في يومين. ف... فده بقى خلى الناس يعني خلينا نكمل الفيديو. بس انت حرفيا الناس اشترت في 23 و22 و21 بسبب اللي حصل، والكورونا والتضخم وعندك الدولار تعويه والحاجات ديت. الناس كلها جرت على العقار. اللي كسب بقى مين؟ دايما اللي بيشتري الاول هو اللي بيكسب. فانت هم حرفيا بيبيعوا رمله. ده ما بيبيعوش رمله، حتى الرمله ليها ثمن. هم بيبيعوا خريطه كده 3 دي. انت هتاخد شقه في كومباوند مش عارف اكس، ده اصلا ما اتبناش، ما خدش تراخيص اصلا من الدوله، وبيبيعوها في يومين وثلاثه. وده حصل فعلا. بس الموضوع ده وقف تماما. وقف تماما بعد ما موضوع ان الجنيه خلاص ما عادش فيه تعويم، وقف عند ال 50 جنيه. لان هم كمان اصلا مسعرين على 70 و80 جنيه الدولار، اللي هم مطورين العقار. خايفة من الغول اللي اسمه التضخم. ممكن واحد يسألني ويقول لي يا أحمد يعني إيه التضخم؟ ببساطة هو الحرامي الخفي اللي بيخلي ال 100 جنيه اللي في جيبك النهاردة تجيب حاجات أقل بكتير من اللي كانت بتجيبها امبارح. فالناس عملت إيه عشان تحمي فلوسها من الحرامي؟ لجأت لحاجة في الاقتصاد اسمها التحول. هتسألني لا، ده الفراخ، يعني الفراخ دي ليها قيمه. هم مش بيبيعوا فراخ. هم بيبيعوا 3 دي. حد 3 دي ديزاينر شاطر كده، وهم بيبيعوا ال 3 دي بتاعه. برضه وتقول لي يا ابو حميد يعني ايه التحوط؟ بكل بساطه معناها ان انت بتعمل درع حمايه، بتحول الفلوس بتاعتك لاصل ملموس زي الاراضي والعقارات، المفروض ان قيمتهم بتزيد او على الاقل بتفضل ماسكه نفسها. تعال بقى نشوف التحوط ده بالارقام. الحقيقه بقى ان لا قيمتهم بتزيد ولا اي حاجه يا جماعه. انت مثلا اشتريت التليفون ده ب 100 جنيه، وجيت بعدها بفتره بعته ب 200 جنيه. انت ما كسبتش حاجه على فكره، بس انت حافظت على قيمه فلوسك. ده مش استثمار. الاستثمار اللي اعرفه ان انا اشتري الشقه ديت واجرها، بيطلع لي فلوس. بيطلع لي منها فلوس كل شهر، من الايجار، من اي حاجه. ولما اجي ابيعها، ده معناه ان انا رجعت قيمه فلوسي. يبقى انا رجعت فلوس الاصل. يعني انا اشتريت الشقه بمليون، واجرتها سنتين بمليون. فلما اجي ابيعها، انا هيرجع لي 2 مليون جنيه. يبقى انا كده مكسبي مليون جنيه. المليون ديت التانية لا. فحد فاهم حاجه؟ يعني انا اشتريت شقه بمليون، جيت بعد سنتين بعتها ب 2 مليون، انا رجعت لي المليون بس بقيمتها الحاليه. ده مش استثمار خالص. الاستثمار ان انا بزود راس المال، مش بحافظ على راس المال. وصلنا لفين؟ في تقرير مهم جدا بيصدر سنويا من ذا بورد كونسلتنج كشف رقم مرعب ان في 2023 مبيعات اكبر 20 شركه تخطت ال 800 مليار جنيه. انت مستوعب معايا الرقم؟ يعني ما يقرب من تريليون جنيه اتسحبوا من السوق ومن البنوك وطلعوا من تحت البلاطه. دي حاجه سيئه. بدل ما احنا بنحط الفلوس ديت في شركات وتصنيع، احنا بنحطها في عقار. وده بيأثر على الاقتصاد المصري.
بدل ما نعمل تصنيع، نعمل نستصلح اراضي زراعيه، لا احنا بنحط فلوسنا في البنك وناخد فايده، فالبنك يروح مسلف المطورين العقاريين، لا بنشتري بيها، والمطور العقاري يروح عامل ايه؟ واخد الشيكات اللي انت هتمضيها له، وياخد عليها قرض ويروح يبني. هي دايره يعني. خليني اوضحها لكم بطريقه كده كروكي قوي. آم، ثواني كده عمال ما بعيدا عن وشي يعني، بس انا اجيب اي تول بس ارسم لكم فيها. بصوا، هي حرفيا دايره واحنا عايشين فيها. انت كشخص، انت كده كشخص، معلش ما بعرفش ارسم. قررت ان انت معاك مليون جنيه مثلا، معاك 2 مليون جنيه، عايز تحافظهم. انت هتاخد منهم فلوس وتروح بيهم للمطور العقاري، اللي هو خليه مثلا المربع ده ديفلوبر. تمام، هتروح للديفلوبر ده، انت هتديله شيكات، هتديله كده شيكات. هو هياخد الشيكات ديت، يعني انت هتديله شيكات بقيمه العقار، لان انت مش هتحط له 2 مليون جنيه كلهم كمقدم. هتاخد الشيكات، هو هياخد الشيكات دي، هيروح بيها للبنك. خلي البنك مثلا دايره، بس دايره كبيره. البنك البنك تمام. فهو هياخد الشيكات بتاعتك، هيوديها للبنك، ياخد بيها ضمان، البنك هيرجع له فلوس، هياخد بيها كارد، يبقى هياخد بيها كارد ويبني بيها بقى الكومباوند بتاعه. ده اللي بيحصل. فانت بتحط، وانت برضه هتاخد من 2 مليون جنيه دول تروح على البنك وتديهم، والبنك هيدي لك فايده. هي دايره من الاخر، دايره واحنا كلنا كده عايشين فيها. انت تاخد فلوسك ال 2 مليون دول توزعهم على بنك شهادات، وتديهم للديفلوبر. الديفلوبر هياخد من الفلوس دي من البنك، والبنك هيدي لك نسبه. في الاخر مين اللي بيتاذي فيه اكتر؟ انا يا رب اكون بوضح لكم، يا رب تكونوا فاهمين من شرحي يعني شويه. مين اللي بيتاذي فيه اكتر؟ الاقتصاد بتاعنا، لان كل فلوسنا رايحه في ورق ومونه حرفيا. واتدفعوا مع الهيئة مقدمات وأقساط معظمها في عقارات لسه مش موجودة. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي كمدرس اقتصاد شاطر، هل كل الفلوس دي اندفعت عشان الناس محتاجة فعلا إن هي تسكن؟ الإجابة بكل بساطة لا. وهنا الخبراء ودي المشكله، لما السكن يتحول لسلعه، ما يتحولش ان الناس بتشتري عشان تسكن. ده هيخلي ان في شقق كتير اصلا هي ملك الناس، بس ما حدش عايش فيها، ولا حتى متأجرة ولا اي حاجه. بيقسموا لنا الطلب لنوعين: طلب حقيقي يعني لان اصلا اللي اشتراها بكل فلوسه مش عارف يشطبها. واحد عايز يتجوز أو ياخد شقة أكبر لعياله، والناحية التانية التشطيب اصلا الايام ديت بثمن الشقه حرفيا. طلب استثماري، يعني واحد خايف على الفلوس بتاعته لا قيمتها تقل، فقال لك اشتري شقه اركن الفلوس فيها. اللي حصل بقى خلال السنتين اللي فاتوا ان الكفه مالت بشكل مرعب ناحيه الطلب الاستثماري، يعني الناس اشترت عشان خايفه مش عشان عايزه تسكن، ودول بنسميهم مستثمرين الافراد. يعني انا وانت وجارك وصاحبك فكينا الوديعه وطلعنا الفلوس اللي معانا عشان نشتري شقه. واحد هيقول لي يا ابو حميد وايه المشكله لما الناس تحب تحافظ على فلوسها؟ المشكله يا صديقي انك لما تشتري شقه عشان تعمل التحوض، ساعتها انت قبلت تشتريها باي سعر يفرضه عليك المطور العقاري. ودي المشكله ان معظم المطورين العقاريين يا جماعه هم حرفيا مسعرين في المستقبل، مسعرين ان الدولار هيوصل ل 70، مسعرين ان الدولار هيوصل ل 80. هم يعني مثلا خلينا نقول فيلا، هم بيبيعوا الفيلا دلوقتي ب 20 مليون 30 مليون. هم اصلا الفيلا دي هتكلفهم بالسعر الحالي 2 مليون. ف فهم بقى، فانت بقى تيجي تدفع فيلا ثمنها 2 مليون، تكلفتها 2 مليون، تدفعها 10 اضعاف، تدفع سعرها 10 اضعاف.
والمطورين بداوا يبيعوا لنا عن طريق طبعا انت مش بتدفع سعر الفيلا بس، لان طبعا هو بيقدم خدمات تانية زي الكومباوند، زي اللاندسكيب، الووتر فيتشرز، الحاجات ديت. بس الحاجات ديت اكيد مش لدرجه 20 مليون. لعبه ذكيه جدا في التسعير. اللعبه دي خلتنا نمضي عقود بملايين وكلنا فاكرين ان احنا كسبانين، بس وهم على فكره المطورين العقاريين، انا اسف ان انا بقطع الفيديو كتير، بس المطورين العقاريين معتمدين على جهل العملاء. العملاء مش عارفين الحديد والمونه والعمال التكلفه كام، فهم معتمدين على جهل الناس دي. وهم نفسهم المطورين العقاريين مش عارفين ساعه التسليم بتاع الفيلا الحاجات دي هتكلف كام. الحقيقه انك اشتريت سمك في ميه. طب ما تيجي مع بعض نفهم لعبه التسعير دي تمت ازاي. احنا في الفتره اللي فاتت اتنقلنا من سوق اسمه بيع واستلم لسوق اسمه اوف بلان. واحد هيقول لي يا ابو حميد يعني ايه اوف بلان؟ يعني اوف بلان يعني من الاخر كده انت بتشتري 3 دي زي ما قلنا في اول الفيديو، بتشتري على الورق. بيع على الخريطه والتصميمات. يعني حضرتك بتروح تشتري شقه لسه ما او بجد استخدامه للاي اي مستفز. اتبنتش، في عماره لسه مش موجوده، في مدينه لسه صحراء. في الحاله دي انت مش بتشتري منتج، انت بتشتري وعد من المطور انه يسلمك الشقه دي في مده خلال 3 سنين او 4 سنين. وهنا بقى بتظهر المعضله الاقتصاديه اللي بتجنن اي مطور عشان يبني العماره دي خلال 4 سنين. هو محتاج حديد واسمنت وطوب ورمل وزلط. طب هل اي حد فينا يعرف سعر الحاجات دي 2027 او 2028؟ ولا المطور ولا احنا، ولا حتى المشكله كمان ان احنا مش عارفين سعرها دلوقتي. هو المطور عارف سعرها دلوقتي، بس كشخص هتشتري من مقاول. هو بيقولوا عليهم مطورين وعقاريين، من مقاول حرفيا. انت المفروض تعرف الحاجات دي هتكلفه كام عشان تعرف سعر الفيلا او سعر الشقه ده صح ولا غلط. 20 هتكون بكام؟ طبعا لا. طب يعمل ايه عشان ما يخسرش؟ بيعمل حاجه اسمها التسعير التحوطي عشان نفهم مع بعض ايه اللي بيحصل وتعرف انت دفعت كام زياده. ويا ريته بسعر تحوطي. يعني هما لو الدولار ب 30 هو ولا ب 50، هو هيضرب لك الدولار ب 100 ب 80. ده مش تحوط. انت كده بتيجي عليا انا اكتر ما انت بتيجي يعني المفروض تبقى في الحالتين بتتحوط. مفيش مشكله انك تتحوط، بس مش تتحوط للدرجه دي يعني. تعالى نتخيل مع بعض انك رايح لعم عبده الترزي عشان تفصل حته جلابيه جديده. القماش والمصنعيه يكلفوك النهارده 1000 جنيه، بس عم عبده قال لك انا هسلمك الجلابيه دي كمان 3 سنين. وعم عبده هنا بقى خايف من ايه؟ ان الاسعار تزيد. قال لك يا باشا الجلابيه دي هتكلفك 3000 جنيه وقسط براحتك. هنا بقى حلو المثال ده. الفرق الرهيب. ال 1000 جنيه اللي هي التكلفه الحاليه وال 3000 جنيه سعر البيع. ده بنسميه في الاقتصاد علاوه المخاطره. هو ده بقى ثمن الخوف. فهنا المطور العقاري بيحط هامش ضخم جدا عشان يغطي اي مصيبه ممكن تحصل في الاقتصاد خلال السنين اللي جايه. يعني انت لما اشتريت شقه في 2022 انت دفعت سعرها المتوقع في 2026، كانك ركبت آلة الزمن وسافرت للمستقبل واشتريت بالاسعار الغاليه بتاعت بكره، بس دفعت مقدم النهارده. هتقول لي يا ابو حميد وايه المشكله؟ ما انا كده كده مقسط الشقه. في شركات مسعره الدولار ميزانيه السنه على 70 جنيه واكتر كمان. وطبعا الشركات الكبيره زي مثلا اورا وبالم هيلز والناس ديت اكتر من 70 على فكره. انت 70 ده كده انت كارمهم. ودلوقتي انت عارف دلوقتي الشركات دي بتعمل ايه؟ بيدوا لك اوفرز قسط على 12 سنه، قسط على 16 سنه. ليه؟ لان هم ما يقدروش يقللوا سعر الشقه ديت. يعني انا لو بالم هيلز باعت لك يا عبد الرحمن شقه ب 10 مليون والدولار ما زادش لل 70 وما عادش فيه تعويم، وحاليا الشقه دي فعلا المفروض سعرها بالتحوط وكل حاجه مثلا ما يجيبش 6 مليون، هم مش هينفع يقللوها ويبقى ب 6 مليون. كده هم بيضروا العملاء. فيعملوا ايه؟ قسط على 12 سنه. طيب ادفع اقساط 7000 جنيه. انت اكيد سمعت الحاجات ديت. ادفع اقساط 5000 جنيه. مش عارف بقى، ادفع مقدم 1%، مقدم 0%. ليه؟ لان اللي كان في دماغهم ان الدولار هيوصل ل 70 و80 ما حصلش. على 10 سنين. والمطور كمان من حقه ان هو يامن نفسه. هقول لك عندك حق، والمشكله هنا مش في القسط. المصيبه الكبيره هتحصل لو انت حبيت تبيع النهارده وتسيل فلوس الشقه للكاش. هتلاقي فجوه انت مش هتلاقي فجوه، انت هتلاقي اصل بص، اسعار العقارات قبل تعويم ال 50 جنيه ده كان كل شهر بيتغير. والله كان كل شهر بيتغير. وهات اي سيلز وهيقول لك نفس الكلام. دلوقتي لو حضرتك يعني انا لو شاري قبليك يا عبد الرحمن، لو احنا الاثنين اشترينا في نفس الكومباوند ونفس الشقه بنفس المواصفات، وانا شاري قبليك بشهر، انا شاريها ارخص منك. ده معناه لو احنا الاثنين بنبيع، واحتمال كبير احنا اللي بيشتري في الاماكن ديت هو بيعمل كده مش للسكن، لان خلاص العقار بقى سلعه مش سكن.
فانت انت هتستناني اجباري ان انا ابيع. ليه؟ لان انا هبيع بسعر ارخص منك. كذلك انا هستنى اللي شاري قبليه، وهكذلك. فشوف بقى، لو رحت الكومباوند كبير، وعامة دي نصيحة لأي حد هو بيفكر يشتري في كومباوند عشان يبيع، اوعى تروح لكومباوند عنده اوبن انفنتوري. اوعى تروح لكومباوند بيبيع بال 3000 فدان و 3000 وحدة و 3000. روح لكومباوند بيبيع 100 وحدة، كومباوند صغير. لو انت عايز عشان ما تبقاش في الطابور والطابور يبقى واسع، ما تبقاش وفي نفس الوقت ان هو يكون الكومباوند عاده باع اصلا، ودلوقتي مستنيك انت اللي تبيع. سمعت عن مشروع طوبة بتاع شركة مدينة مصر مع doesn't make any sense. هو بيحاول ينافس مشروع ناوي بتاع شيرز. ما عجبنيش عامة يعني. وناس كتير بتشتكي من شركة مدينة مصر صراحة. اشتريت قبل التعميم على طول، فعلا كان كل اسبوع تقريبا بالظبط. فانت لما تيجي تبيع انت هتستناني انا عشان انا شاري قبليك، وانا هستنى اللي شاري قبليه لحد ما هو يخلص، وبعدين يجي دوري انا بقى لما انا ابقى اقل سعر في السوق. مرعبه بين سعر العقد اللي معاك اللي فيه تسهيلات واقساط وتامين مخاطر وبين سعر الكاش الحقيقي اللي موجود دلوقتي في السوق. محدش هيرضى يشتري منك بالسعر المستقبلي. الفجوه هنا بين السعرين بنسميها بدايه الفقاعه. انت معاك ورق بيقول ان انت مليونير، بس السوق بيقول لك بل الورق واشرب ميته. وهنا بقى بتبدا الكارثه، لما كل الكارثه بقى ان انت تروح ان انت تكون عامل كارثه. في كارثه للناس اللي هي تشتري شقه او تشتري فيلا او وحده، او عامل حسابه انه هيبيعها بعد سنتين عشان هو معوش قسطها. دي هتبقى كارثه. هو كده هيبقى طالع من المولد بلا حمص. تخيل تشتري انت ساعتها بقى ايه اللي هيحصل؟ لا قدر الله، لا قدر الله، يعني يا رب ما تبقى على اي حد. لو هو اشترى شقه مثلا وخلاص ودفع فيها في السنتين دول مليون جنيه مثلا، خلينا نقول مليون جنيه، وخلاص ما عادش قادر عليها، هيعمل ايه؟ قدامه حلين: يتصرف ويدفع. الحل التاني اللي يرجعها للمطور. المطور هيخصم منه فلوس. وايه؟ مش لو المطور مش هيرجعها له بالسعر الجديد اللي هو بيبيعه بيه، لا، هيرجع له السعر بالسعر القديم، وهيرجع له بنفس الطريقه اللي دفع له بيها المليون جنيه. يعني انا لو اديت له مليون جنيه على سنتين، هيرجع لك المليون جنيه على سنتين مع خصم نسبه. فصباح الفل، ده طلع بالمولد بلا حمص. كتير ناس لبست وما فيش تبيع اصلا وباع بخساره. مثلا شركه مدينه مصر من شهر، في ناس مرجعه وحدات ليها بمليار و100 مليون ولا اكتر. فصباح الفل يا باشا. احنا دلوقتي هي دي بدايه الفقاعه. الناس اللي استثمرت تيجي تستلم وتحاول تبيع في نفس الوقت. دي شركه واحده، مدينه مصر. شوف بقى باقي الشركات. اللي متوقع خلال السنتين الجايين السوق هيستقبل عدد ضخم جدا من الوحدات الجاهزه للتسليم. بيتوصف انه تاريخي لان اغلب المشاريع اللي اتباعت في هوجه الشراء اللي فاتت. وهنا السوق هيواجه كابوس اقتصادي اسمه اوفر سبلاي او تخمه العروض. عشان نفهم مع بعض الخطوره اللي انا بكلمكم فيها، تخيل معايا ان احنا كلنا عايشين في ودلوقتي تخمه المعروض. دلوقتي الموضوع بقى اي حد دلوقتي بقى معاه فلوس بيبقى بيسمي نفسه مقاول ويبني لك كومباوند. فبقى المعروض اكتر من المطلوب. فده بيعمل ايه؟ الاسعار هتقل، لازم هتقل ايا كانت. قريه صغيره وكل اهل البلد قرروا ان هم يزرعوا بطاطس في نفس السنه عشان سمعوا ان مكسبها كبير. اما يجي بقى موسم الحصاد والكل ينزل السوق بالبطاطس بتاعته، البطاطس سعرها هتقل. تفتكر سعرها هيكون عامل ازاي؟ بالظبط هيبقى برخص التراب. ليه؟ لان هنا المعروض اكتر بكتير من الطلب. وده بالظبط اللي بنسميه العرض والطلب. وده القانون اللي مفيش اي قوه في الارض تقدر تهزمه. في 2026 انت هتستلم وجارك هيستلم وصاحبك هيستلم والاف غيركم هيستلموا في نفس الوقت. ومعظمكم مستثمرين مش سكان حقيقيين، يعني كلكم عايزين تبيعوا او تأجروا. ده اللي انا قاعد اقوله في اول الفيديو، ان انت هتستنى بقى كل واحد شاري بسعر ارخص هو اللي هيبيع الاول. ده لو لقى مشتري اصلا. جارهم في نفس الوقت عشان تغطوا الاقساط والمصاريف اللي عليكم. وهنا هتحصل المذبحه فجاه وبدون اي مقدمات. الكنز اللي انت كنت فاكر ان هو هيغنيه بيتحول لعبء عليك. شقه مش عارف تبيعها بسعرها ومش عارف تاجرها برقم محترم يغطي قسطها. وفوق كل ده مطلوب منك تدفع وديعه خدمات وصيانه ليها وهي واقفه. انت هنا دخلت في مرحله بنسميها في الاقتصاد فخ السيوله. المرحله اللي بتخليك غني جدا على الورق بس في الحقيقه انت فقير. يعني ايه فخ السيوله وازاي ممكن يخلي ثروتك مجرد رقم محبوس؟ عارف يعني ايه تكون مليونير بس مش معاك فلوس تشتري الغدا بتاع بكره؟ ده مش لغز، ده حال ناس كتير ممكن يقعوا في فخ السيوله. بالظبط.
خلاص كأبتني، يعني بعد الشر على أي حد، بعد الشر على أي حد، يا ربنا ما يخسّرش أي حد يا رب. لكن أنا كنت ده اللي أنا باقوله، لمّا أنت يعني أنت لو يعني في فرق إن أنت عايز تحافظ على فلوسك، فأنت لازم تعرف أنت قد إيه تقدر يعني قرار العقار عشان تاخده أصلًا قرار مش سهل، لإن أنت البيع بتاع العقار مش زي بيع الدهب، مش زي بيع الأسهم. الأسهم أنت تاني يوم الصبح ممكن تبيعها بخسران، على الأقل هتعرف تطلّع فلوس منها. العقار عشان تبيعه خسران حتى ممكن ما تعرفش، ممكن ما تلاقيش حد يشتريه منك. أكتر ناس بس ما لهاش تبيع خلاص بس هو فكرة إن في شقق كتير فاضية مش مستخدمة معروضة للبيع مش لاقية اللي يشتري، ده ناس كتير عايزة تشتري بس ما فيش أسعار مناسبة، وده أزمة كبيرة كافية تهز السوق مثلًا. واحد هيقول لي يا ابو حميد فهمني قصه الفخ ديت اكتر. هقول لك في الاول لازم نفرق ما بين كلمتين بيلخبطونا، كلمه الثروه وكلمه السيوله. الثروه هي كل اللي حيلتك، عندك شقق. على فكرة أحسن مثال إيلون ماسك. إيلون ماسك يا جماعة الناس مفكرة إن هو معاه 450 مليار دولار في جيبه في البنك، هو actually دي ثروته، يعني ديّة مش سيولة، يعني ديّة أصول عنده، أصول ومعظمها أسهم في شركة تسلا وشركاته ب450 مليار دولار. فالسيولة أنت معاك كاش قد إيه؟ هو إيلون ماسك قايل مرّة إن هو معهوش سيولة كاش كتير أصلًا. عندك ذهب، عندك عربيات. الناحيه التانيه بقى السيوله هي ايه؟ الفلوس الكاش اللي في جيبك اللي تقدر تصرفها دلوقتي. العقارات بطبيعتها اصل تقيل، يعني لو معاك ذهب ممكن في ساعه تنزل تبيعه، لكن لو عندك والله حتى الدهب بياخد وقت عشان تبيعه، لكن والعقارات ده بياخد فترة طويلة، ممكن توصل لسنين. الأسهم في ثانية، لو أنت خدت قرار إن أنت خلاص هتخسر، في مثلًا لو أنت مش لاقي مكسب، في ثانية هتكون تبيعه. ده طبعًا أنا مش باقول لكم روحوا للأسهم، ده موضوع تاني خالص. شقه ب5 6 مليون عشان تحولها لكاش، انت محتاج تصبر شهور وممكن تستنى سنين. تخيل معايا ان انت حطيت تحويشه العمر بتاعك في حصاله اللي هي العقار، ومفيش الا مفتاح واحد بس يقدر يفتح الحصاله دي، وهي ان انت تلاقي مشتري يشتري منك الشقه. طب فجاه حصل لك ظرف طارئ، لا قدر الله عمليه، لا قدر الله حادثه، مصاريف مدرسه، التزامات، محتاج فلوس كاش لا دلوقتي. قدر انت الله. بتبص للحصاله وعارف ان جواها 5 6 مليون جنيه، بس ما تقدرش تطلع منها حته. ما ينفعش تبيع باب ولا شباك ولا اكره، لازم تبيع الشقه او العقار دي كلها مره واحده. والكابوس ده بيحصل لما السوق يدخل في حاله من الركود، لما المعروض يزيد والطلب يقل، السوق ساعتها بيدخل في حاله من التجمد. انت كمالك شاري شقه ب5 مليون جنيه ومستحيل تبيعها بخساره، عايز تبيعها ب6 او 7 مليون، والمشتري اللي معاه ده اللي أنا باقول عليه، إن أنت مش هتلاقي تاني يوم مشتري، في نفس الوقت لو في حد قبليك بيبيع نفس الشقة أو نفس الوحدة، أنت أو بيبيعها بسعر أرخص، لأن هو شاريها قبليك بسعر أرخص، أنت مستنيه أنت هتستناه يبيع. الفلوس الكاش، شايف ان السوق مليان وعنده فرص استثماريه تانية ممكن يشتري من حد تاني غيرك، فهو كمان مش عاوز يدفع اكتر من 4 مليون، فانت مش راضي تنزل وهو مش راضي يطلع. النتيجه ساعتها ايه اللي بيحصل؟ السوق هيقف تماما، وتبقى قاعد وعندك شقه ملوكي ومعاك عقد ب5 6 مليون جنيه، بس للاسف جيبك فاضي وعليك اقساط. ده كمان هيبقى أصلًا في كارثة لو الcompound هو نفسه بينافسكم. فتخيل مثلًا الشقة بتاعتك اللي أنت شاريها ب1.000.000 مثلًا أو ب10.000.000، هو ادّاها لواحد هيبيعها بس على أقساط 12 سنة، وأنت شاريها على أقساط 8 سنين، وفي ناس بتقسّط دلوقتي على 15 سنة. ساعتها ممكن الشخص اللي عايز يشتري الشقة ديّة يقرر إن هو ياخدها من المطوّر نفسه. ليه؟ لإن هو ممكن يحتفظ بالكاش وهيقسّط على 15 سنة، مش حاجة يعني. ومطلوب منك تدفع وديعه للخدمات والصيانه بتاعت الشقه. هنا بقى الاصل اللي المفروض ان هو يشيلك بقيت انت اللي شايله، وهو ده فخ السيوله، ان ثروتك تتجمد قدام عينك وانت مش عارف تستفيد بيها. وهنا السؤال المهم، هل الفقاعه دي فعلا هتفرقع والاسعار هتنزل للارض زي ما حصل في امريكا 2008 واسعار اللي حصل في أمريكا ده مش مستحيل يحصل في مصر، لأن اللي حصل في أمريكا يا جماعة ده القروض كانت بتسلف الناس، فالناس ما قدرتش تدفع السلفة، وكانوا بيسلفوا بكل سهولة. هو حاجة شبيهة لينا شوية بس مش قوي، يعني اللي هو الناس بقت بتشتري بفكرة إن هو ممكن يبيع في أي وقت، ويلاقي إن هو مش قادر يبيع في أي وقت، فساعتها هيضطر إيه؟ إنه يرجّع الوحدات دي للمطور. العقارات نزلت ل 50 و60%، والناس كانت بتبيع باي سعر عشان تدفع الاقساط بتاعه البنوك باي شكل. ولا السيناريو في مصر له كتالوج تاني خالص؟ عشان اجاوبك على السؤال بتاع الفقاعه والانهيار، كلنا عارفين السيكولوجيه بتاعتنا كمصريين. المصري عنده مبدا ثابت، انا اهون عليا اموت ولا ان ابيع بخساره، ودماغه زي الحجر، ممكن يفضل قافل الشقه 10 سنين ولا انه ينزل السعر جنيه عن اللي هو اشترى بيه. الظاهره دي بقى في الاقتصاد
باي ذا واي يا جماعه، احيانا احنا لازم نتقبل الخساره، خساره قريبه ولا خساره بعيده. زي مثلا فكره ان انت شاري سهم ب 100 جنيه مثلا في البورصه، على اعتبار ان هو يوصل 200 جنيه، ولقيته كل شويه بينزل ل 90 60 70 هكذا. لا، في اوقات انت محتاج تتقبل انك تبيعه على ال 70 قبل ما ينزل على ال 50، عشان لما ينزل على ال 50 ما تقولش يا ريتني بعته على ال 70. احيانا لازم نتقبل الخساره. مواصفات احنا بنسميها جمود الاسعار، يعني مهما الطلب قل السعر بيفضل ثابت ومكلبش مكانه. طب هل ده معناه ان احنا دلوقتي في امان؟ للاسف لا، لان السيناريو المتوقع لمصر هو الاخطر من الانهيار، هو التآكل، وده سيناريو اخبث بكتير. واحد هيقول لي يا ابو حميد انا برضو مش فاهم، تخيل معايا ان ثروتك عباره عن مكعب تلج، في سيناريو الانهيار التلجه دي وقعت منك واتكسرت 100 حته في الارض. الناحيه الثانيه بقى في السيناريو بتاع التآكل، التلجه انت ماسكها كويس وما سبتهاش، هتفضل سليمه قدام عينك بس هي عماله تسيح وتنقص كل يوم وانت مش واخد بالك. بجد استخدام الاي اي بطريقه مستفزه. انا اسف يعني يا استاذ احمد شحاته. تعالى نحسبها مع بعض بالورقه والقلم. لو شقتك ب 5 مليون جنيه وحصل ركود في 2026 وانت رفضت تبيع بخساره والسعر فضل ثابت 5 مليون جنيه لحد 2028، رقميا انت ما خسرتش، لكن فعليا التضخم اكل نص الفلوس. يعني ال 5 مليون في 2028 قوتهم الشرائيه عايز اقول لك في الرياض اسعار العقارات كانت بتطير حرفيا. مره واحده الحكومه نزلت قرار تثبيت الايجارات لمده 5 سنين، السوق وقف مره واحده ومشاريع كتير وقفت. اكزاكتلي. وعايز اقول لك ان المصريين اصلا مطورين عقاريين راحوا يستثمروا في السعوديه زي طلعت مصطفى. بقت تساوي 2.5 مليون جنيه بس باسعار النهارده، وده الاقتصاد بيسميه الخداع النقدي، انك تبقى فرحان بان السعر بتاعك ثابت وان انت ما بعتش باقل من 5 مليون، بس انت ناسي ان قيمه الفلوس دابت في العقار بتاعك. العقار في مصر حافظ قيمته ومش هينهار بالارقام، لكن انا شايف ان الكارثه دي طبعا اقل من كارثه امريكا، دي حاجه تانية. My professor said that he got a job offer in Silicon Valley and he did the math that if he wanted to buy a house where there with that salary he found out he was going to stay paying for 100 years. زي مصر، زي مصر. عشان كده الناس بترجع دايما للتقسيط. القيمه بتاعته الحقيقيه هتتبخر لو فضلت حابسها في الحيطان، مش بتجيب لك عائد والدنيا بره بتغلي. سامعك بتقول لي يا ابو حميد بعد الرحله وعلى فكره يا جماعه عايز اقول حاجه، مش عيب ان احنا نأجر، مش عيب ان احنا نأجر شقه او مكان او بيت. انا عارف ان احنا عندنا مشكله احنا كمصريين عندنا مشكله في الايجار وان انت ازاي تتجوز في ايجار والكلام ده، بس والله ما عيب. احنا لازم يكون عندنا السايكولوجي، يعني لازم يكون عندنا المينتاليتي دي بجد، ان احنا مش عيب ان احنا نأجر شقق، نأجر ونعيش ونتجوز فيها وعادي. يعني مش لازم نتملك. طويله والقصه الكبيره دي. يعني العقارات شر؟ اقول لك لا اطلاقا، العقار هيفضل مخزن قيمه ممتاز بس بشرط النفس الطويل، تبقى عامل حسابك ان ده استثمار لعيالك واحفادك، مش هيفضل ب 3 مليون طالما. بص، حلو المثال ده. بص، هسألك سؤال يا يحيى. مثلا انت بتقول شقه اللي جنبكم ده بيبيعها ب 3 مليون، هل في حد بيبيع جنبه تاني غيره؟ ولو بيبيع اقل منه ولا لا؟ هي مشكله ثقافه اجتماعيه، مظبوط. لا مش عيب خالص. ماله الايجار؟ كلنا تقريبا عشنا في ايجار. ارجع ليحيى. بص يا يحيى، هو سعر الشقه بتاعته هيفضل 3 مليون طالما هو مش لاقي مشتري، وهيخفض السعر ده لو هو احتاج، لان مفيش طلب. الا بقى لو عليه طلب. امتى السعر 3 مليون ده يزيد؟ لما يلاقي كل اللي حواليه بيبيع وعليه طلب. لا، ده ممكن يخليها 4 مليون كمان. لكن طول ما فيش طلب وهو مش عايز يخسر فيها هتفضل 3 مليون. تذكره للمكسب السريع. لو انت بتشتري عشان تسكن اشتري انا متفاهم مشكله الايجار برضو، لان انت مش عارف الشخص اللي انت تأجر عنده ده ممكن شخص كويس ولا لا. خصوصا لو هتتجوز فانت ممكن تخاف على زوجتك. لازم لازم الشخص اللي انت تأجر عنده ده يكون انسان كويس ويحسسك ان انت قاعد في شقتك. فدي حاجه مش سهله برضو. الايجار برضو مش سهل، وخصوصا في الوقت اللي زي ده. والناس بقت طماعه، في ناس بقت بتعمل عقود الايجار 6 شهور. دلوقتي على طول، لان ساعتها ده احتياج. لو استثمار طويل الاجل بالظبط. هي مجرد عرض وطلب، هي دايما عرض وطلب. 10 15 سنه اشتري وانت مطمن، لكن لو شارب حتى وظيفتك يا يحيى عرض وطلب. لو انت وظيفتك بتشتغل مثلا مهندس برمجيات، زمان مهندس البرمجيات ياخد مرتب اللي هو يقوله. دلوقتي لا. ليه؟ لان بقى في مهندسين برمجيات كتير على قفا من يشيل. كل ما
العرض زاد الطلب هيقل. كل ما هي نسبة وتناسب من الآخر. تقسيط عشان تبيع وتكسب تعمل مصلحه سريعه كده في 2026، ارجوك راجع نفسك، لان انت داخل تضارب في وقت باب الخروج فيه ضيق جدا، وممكن تتحبس جوه جدران الشقه وما تعرفش تسيلها وتطلع منها تاني. ودي كده كانت قصه فخ الخرسانه من زاويه اقتصاديه بحته. انا كده عملت نصيحتي لأي حد بجد، لو أنت عايز معاك فلوس وعايز تحافظ عليها، حاول إنك يعني أقولها إزاي، حاول ما تستثمرش في العقار دلوقتي، لأن هو سعره هو اوفر برايسد، هو بسعر غالي جدا. استثمار عقاري انا لا، يعني انا ده وجهة نظر شخص زيي، ممكن اكون غلط يعني. تاني حاجة لو انت عايز تشتري تسكن، ففي اوبشنز كتير دلوقتي، دلوقتي اوبشنز للديسكاونتس كتير، عروض تقسيط على 12 و15 سنة وحتى 8 سنين لسه ما زالت برضو موجودة. دور على الريسيل. الريسيل برضو سوق حلو. فده كله ده نصيحتي يعني.